متشكره قوي يا انجي، بجد بجد يعني انا مش عارفه اقول لك ايه على الخدمه الفظيعه اللي انت عملتيها لنا دي. ما تقوليش كده يا كاميليا يا حبيبتي، انت زي اختي واكتر. بس احنا مش عايزين نكون متقلين عليكم ولا حاجه. اخصى عليك يا حسين، ما تقولش كده، وبعدين حمايتك من الاعداء والارهابيين دول واجب وطني. اشكرك يا فندم. لو يا حسين، مش المفروض ان الشرطة هي اللي بتحمي الشعب ولا العكس يعني؟ ايه يا علي، الشعب والشرطه ايد واحده حبيبي. بص يا علو، انا اللي جابني هنا مش خوفي على نفسي، لا، انا اللي جابني هنا خوفي على اولادي ومراتي حبايبي، اهم حاجه عندي في الدنيا. انا عمري ما اهرب من ارض المعركه طول ما انا في الخدمه. حلو. بص بقى، مراتك وعيالك امانه في رقبتي، وانت اتكل على الله على ارض المعركه قطعهم. ايوه، وبعدين بسم الله ما شاء الله، انا شايفه عيونك زي الصقر. امال ليه كاميليا بتقولي ان من ساعه ما يا عيني جالك جواب التهديد ده وانت يعني بتنزل من البيت متنكر؟ ايه؟ كمالي قالت لك كده؟ لا ايوه قالت لي كده، وقالت لي كمان وانت نازل من البيت بتاخد كاميليا والعيال ساتر كده علشان يحموك. بقى كاميليا قالت لك كده؟ ايوه قالت لي كده، وقالت لي ان هي يا عيني مش ملحقه على الغيارات بقى علشان يعني. بقى كاميليا قالت لك كده؟ ايوه قالت لي كده، وقالت لي انجي ايه يا حبيبتي؟ قالت لي في ايه؟ بوتاجاز واشتغل، ارحمي نفسك شويه يا حبيبتي. في ايه يا كاميليا؟ انت بتقاطعيني ليه؟ انا لسه كنت هقول له كاميليا بتحبك، كاميليا بتخاف عليك يا حسين. بعد ايه يا حبيبتي؟ موطيه صوتك قوي في الحته دي، ما خلاص اللي اتفضح اتفضح. انا تعبانه قوي يا انجي، بجد انا تعبانه قوي ونفسي انام انا والولاد. يا حبيبتي يا كاميليا يا حبيبتي، انا حاسه بيكي. طب يلا خدي حسين وادخلوا ناموا في اوضتنا، وانا بقى الولاد هاخدهم يناموا في اوضه ما يوصل. يناموا فين؟ في اوضتنا يا علي. في ايه؟ وانا قصدي وانا انام فين؟ يا علي هننام في اي حته، هنتصرف، دول ضيوف يا علي. احنا بس مش عايزين نحس في الكام يوم اللي هنقعدوا معاكم ان احنا عكننا عليكم او شقلبنا لكم حياتكم يعني. هم هيبقوا كام يوم؟ يعني كام يوم او كام اسبوع، مش عارف هيختلوني امتى الصراحه. بعد الشر عليك يا حبيبي. وبعدين يا انجي، لا يا شيخه، لا لا يمكن. انت بتتكلمي بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اتخيل ابدا انا وحسين ننام في اوضه نومك، على سريرك، على مخدتك انت وعلي. لا 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 لا, لا يمكن. حلو قوي يا حسين. الله، السرير حلو وصوصة ومتلاب. حلو عليهم حته لحاف، حلو قوي اللحاف ده يا حسين. طيبه صاحبتك انا كمان. عشان تعرف يا حسين، تعرف صاحبتي وجدعنتها. بذمتك انت لو مكانها تدي اوضه نومك لاي حد؟ نعم يا اختي. ايه؟ انا لو علي دخل اوضه نومي افرغ الطبانجه دي في نافوخ. اهدى يا حسين اهدى، مش كده ما يصحش، اهدى شويه. وفر الطلقات دي يا حبيبي اللي عايزين يقتلوك. يقتلوني مين يا ماما؟ انا اتخن ضابط في الداخليه، محدش يقدر يقتلني ابدا. طبعا انت مفيش اتخن منك يا حسين، اطمن انا متاكده من ده. ما اروح اشوف حاجه البسها. حلوه قوي الاوضه دي يا حسين. الاوضه تحفه يا كمال، ما تعمل تحفه. لي اوضه زي دي يا حسين، في الجنه ان شاء الله. وهات لي سرير زي ده يا حسين، في المشمش ان شاء الله. والحب زي ده يا حسين، في السجن ان شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ هو علي بيلبس مايوهات في اوضه النوم ولا ايه؟ خص عليك يا حسين، عيب، ما يصحش، دي حاجه انجي. ما ايه ده؟ انا ما شفتش البتاع ده قبل كده. شفت انجي غيره البت دي وسوسه مش نظيفه من جوه، بتروح تشتري الحاجات من ورايا. وريني كده يا حسين. خص عليك يا انجي، اقول لها خديني معاكي. خرابي على الشغل الستات. بس حلو قوي المايو ده يا كمالي. حلو قوي. ما تلبس يا كيمو المايو ده ووريها الحلاوه. ما يصحش يا حسين، مش وقته يا حسين، عيب يا حسين، ما يصحش. الله، احنا مش في بيتنا. وبعدين في راجل تاني غريب، ما يصحش يقول علينا ايه يا حسين. يا كيمو راح في زمن الشقاوه يا حسين
دايما على بالي. يا كيمو عاش من شافك بالمايو. مش عيب احنا مش باين. ايوه صح والله صح. يا سوسه يا انجي. ايه ايه يا نهار اسود، في ايه؟ الدرج ده فيه حاجات سخنه قوي يا كمال. ايه يا حسين ما يصحش يا حسين، بتفتح درج الناس يا حسين عيب. ايوه صح عيب. ما يقولوا علينا ايه 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 البت انجي دي طلعت لئيمه قوي. ايوه صح. هما شوف بقى حاجه البسها. الموضوع ما طلعش في المايو بس. ماشي يا انجي. ايوه ظرف تعالى اهي. بس ايه ده؟ ايه؟ ذوق وحش قوي في اللبس. انا هرجع لظرفة انجي. انت هتتنك، البس اي حاجه. انا بتلكك الصراحه مش بتنك. خلاص بقى هلبس ده وامر الله. ولا اقول لك انا هلبس دي. برويتا في الاوضه. حسين نعم. تصبح على خير يا حسين. طب مش هتشوفي البرويتا؟ شخرها يا كمال، شخر يا كيمو. ايه ده انت هتعمل ايه؟ انت هتنام على سريري؟ هنام. ده حلو قوي. لو النبي. ده حلو قوي. لو النبي. لا انا محدش ينام على سريري. عادي يا سولي، مامي قالت ان احنا لازم نحترم الضيوف. الضيوف على عيني وراسي، احترمهم في اي حاجه الا ان هم يناموا على سريري وانت عارفه كده. معلش يا سولي نستحمل بقى. هتبقى كده هنام جنبك. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ هنام جنبك. لا مش بحب حد ينام جنبي. لو النبي. ولا انا ما بحبش حد ينام جنبي. خدي حطي النضاره يا مي واقفلي النور. لو النبي. على رأي المثل السرير سرير ابونا والضيوف هتيجي تطردونا. احنا هننام فين بقى دلوقتي يا سولي؟ معرفش يا بنتي. اطلعوا واقفلوا النور بقى. جاتكم القرف. جاتكوا القرف. بليتوا البلد قلة أدب. يعني عاجبك كده يا انجي؟ انا وعيالي على الارض وهم يناموا في اوضنا وعلى سرايرنا. وطي صوتك يا علي، وطي صوتك. بعدين هم ضيوف عندنا، ما يصحش كده يسمعوك. عارفه لو جبت سيره الضيوف دي تاني حرمي عليك يمين الطلاق حالا. بقى كده يا علي بتهددني؟ لعلمك لو طلقتني مش هتلاقي حتى الفرشه دي تنام عليها، كبيرك تطلع تنام في حضن السياده امك فوق. ها ان كنت ناسي افكرك يا علي. ها تصدقي والله فكره. انا ازاي ما جاتش على بالي الفكره دي؟ تعالى هنا يا علي. يعني ايه عايز تطلع عند امك فوق وتسيبني انا وعيالك نايمين هنا على الفرشه؟ ايه الانانيه دي؟ احنا مع بعض في السراء والضراء، واحنا في النيله الضراء دلوقتي. في النيله الضراء دلوقتي. ايه الجاموسه دي؟ ايه يا عم مش تحاسب. ايه ده؟ معلش انا اسف، انا ما شفتكمش والله. وبعدين انتوا ايه اللي نايمكم هنا؟ لا ابدا، اصل في تتار احتلوا البيت. ايه انتوا ليه؟ لا ابدا، ده بيقول لك في اكل على النار لو حبيت. ايوه انا جعان فعلا، بس انا وانا بقلب في التلاجة لمحت حتتين كبده كده في الفريزر، هخش اشوحهم بقى. بس انتوا اشمعنى الحته دي اللي منقيينها بالذات؟ لا ابدا، اصل احنا شارين الشقه دي كلها ولينا مزاج ننام على الفرشه دي. وبعدين احنا بننام هنا في الشتاء وبنصيف الناحيه التانيه. يا ولادي الايه؟ يا علي يا ابن اللذينه. افكارك غريبه غير الناس كلها، بس انا خايف لا نكون متقلين عليكم. اخصى عليك يا حسين، ما تقولش كده، ده انتوا منورينا والله. ريحتي قلبي والله يا انجي، كان جبل على قلبي ونزاح. الحمد لله ان احنا مش متقلين عليكم. انا في المطبخ بقى. بعد اذنكم. لا ده مفيش دم بقى، انا رايح عند امي. علي ندل، طول عمرك ندل. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا يا حبايبي، كل يا يحيى، كل يا حور. ايه ده؟ هو ده بس الاكل؟ احنا كده مش هنشبع. معلش يا حبيبي، مسح زور بس على الصبح. تاخد مربى يا حبيبي؟ ناوليني المربى يا عمي، بس لو مربى التين يا ريت. لا مفيش غير فراوله وخوخ. ذوقهم زباله حتى في الاكل. معلش بقى، ناوليني اي حاجه وخلاص. اديله الحلاوه دي يا يحيى بسرعه. كل يا قلبي، كل يا طبق حبيبي. الحلاوه ده يا حبيب قلبي. كل يا روح. حطه هنا جنب طبق علبه اللبن الجميله دي.
صباح الخير يا جماعه. انتوا بتعملوا ايه؟ النوش، صباح النور يا حبيبتي، عامله ايه؟ هنكون بنعمل ايه؟ بنفطر طبعا. معقوله يا كاميليا؟ معقوله يا حبيبتي تبعتوا تجيبوا اكل من بره يا روحي، وانا الاكل مالي التلاجة يا كاميليا؟ فطار ايه بس يا انجي؟ فطار ايه؟ احنا برضو نجرحك ونحرجك ونجيب فطار من بره؟ لا طبعا، دول شويه الاكل اللي كانوا عندك في الثلاجه يعني. ها، ولا ده كله؟ معقوله خدتوا كل خزين البيت بتفطروا بيه؟ خزينة يا انجي، ده هما شوية جبن على شوية بيض على كام علبة لبن على كام علبة مربى، حاجة شقريق كده. شقري؟ ايه ده؟ ايه ده؟ علبة اللبن دي بتاعت عمر. ما انا عارف، قريت عليها انها مخصصة للأطفال. ولما انت قريت انها مخصصة للأطفال بتشربها ليه؟ افطر الواد المسكين ده ايه دلوقتي؟ اقصى عليكي، مش شايفاه بيبي فيش؟ بيبي 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 بيبي. هعمل ايه يا انجي؟ فتحت التلاجة لقيت اللبن الموجود فيها مش هيكفينا، قلت اخد علبة اللبن بتاعت عمر وكله لبن. يا سلام، وانا افطر البيبي الغلبان ايه ده دلوقتي؟ اعملوا له سندوتش لانشو، ولا اقول لك كلمي الصيدلية تجيب لك علبة لبن بدالها، بسيطة اهي. خد اللي انتوا فيه ده. بتقولي حاجه يا انجي؟ لا يا حبيبتي، بقول الف هنا وشفا. مطرح ما يسري يهري. كله كويس يا ولاد. عليكي انتي وجوزك وولادك يا روحي. ايه ده؟ دي بيجامتي. التيشيرت دي بتاعت علي جوزي. هتاكل من عليا حتة صح؟ هتاكلك. بس احنا بصراحه بقى كنا جايين تعبانين قوي قوي امبارح، كسلنا نفتح الشنط، قلنا يعني ناخد حاجه من حاجتكم. ليه يا حبيبتي تكسلي ليه؟ كنتي قولي لي وانا اساعدك افتح معاكي الشنط بدل ما تلبسي حاجه مش جايه على جلدك. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايب مامي. مامي ما تعمل لنا فطار على بال ما نلبس عشان نروح المدرسة. معلش حبيبتي، الفطار بح خلاص. هبقى اديكي فلوس تبقي تشتري اي حاجه تفطري بيها من المدرسه. مدرسه ايه يا انجي؟ الساعه بقت 10. يا نهار اسود، الساعه 10؟ المنبه ما ضربش. لا ضرب، بس انا قفلته، لقيته لخمني شويه وانا بفطر فما عرفتش اركز، قفلته ودشدشته كمان. قفلت المنبه ليه؟ حرام عليك. وضرب الساعه 6:30 وانت قفلته وانت بتاكل؟ يعني بقالك 3 ساعات ونص بتاكل، 3 ساعات ونص. يا رب يا حسين، يا رب يا حسين تزور وانت بتاكل. بطلت البطاقة الشعبية الرقمية. بقول لك ايه يا انجي، هو انت علي هيقعد عند مامته لحد امتى؟ ما اعرفش يا كاميليا، بتسالي ليه؟ اصل انا بصراحه يا انجي ما بحبش اقعد في البيت متكتفه باللبس ده، احب يعني كده اقعد على راحتي. اقعدي على راحتك؟ كاميليا، اذا كنت انا صاحبه البيت ومش قاعده على راحتي تقومي انت عايزه تقعدي على راحتك؟ ايه يا انجي؟ ايه يا انجي يا حبيبتي، في ايه يا روحي؟ انت جوزك مش موجود انما انا جوزي موجود. ايوه يا كاميليا، بس علي ممكن يفتح الباب في اي لحظه ويدخل. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت اتجننتي يا انجي. علي معاه نسخه مفتاح الشقه. ايوه تخيلي ده معاه نسخه مفتاح الشقه اللي هو عايش فيها اللي هي بتاعته. لا 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 يا انجي، ما ينفعش الكلام ده خالص. بقول لك ايه، انت تاخدي منه المفتاح. يا حلاوه، يعني انت عايزاني اروح لجوزي واقول له اديني نسخه المفتاح علشان اديها لجوز كاميليا علشان كاميليا تقعد براحتها يا علي؟ لا يا انجي، انت اتجننتي، انت غريبه قوي يا انجي. ما ينفعش تروحي تقولي كده لعلي، انا بصراحه اتكسر. لا وشك كسوفه قوي، امال اقول له ايه؟ بصي، انت ما تقولهوش حاجه، احلى حاجه تسلتيه منه. اسلته منه؟ انت بقيتي اوفر قوي يا كاميليا، اوفر في طلباتك وفي كل حاجه. انا اتخنقت. اخص عليك يا انجي، خنقتك؟ حرام عليك يا انجي، لا لا بجد زعلتيني، ده انا حتى لسه ما فتحتش شنطتي، ده انا ما لحقتش اقعد عندك يوم. لا يا انجي، انا هاخد بعضي وامشي، هو الانسان ايه يعني غير شويه كرامه؟ همشي يا انجي همشي، ولو جرى لي حاجه انا ولا اولادي ولا جوزي ذنبي في رقبتك. لا يا انجي زعلتني منك. خلاص بقى يا كاميليا، خلاص صعبتي عليا. خلاص انا لو منك امشي، والانسان ايه غير شويه كرامه. امشي يا كاميليا امشي. ايه يا انجي؟ بهزر معاكي يا كاميليا. خلاص حبيبتي، هشوف موضوع المفتاح ده. حاضر، هسلته منه. طب الاقيش بقى عندك حاجه قط؟
عندي كومبليزون مقور هجيبهولك.